السلام عليكم. عملنا استفتاء سريع على صفحة الفيسبوك، هل ننزل حاجة العيد دلوقتي ولا نستنى لآخر رمضان؟ فكانت الإجابة إنه ننزلها دلوقتي، وكان الفوز من نصيب البسكوت. طيب هل في عيد من غير بسكوت نشادر؟ أكيد لأ. طبعا حضراتكم شايفين المنظر، يعني اللي بيتحدث عن نفسه من غير ما اتكلم. بس عايزة اقول لكم ان الوصفة دي فعلا من الاخر، السمك المطلوب، النقشة المظبوطة جدا، القرمشة اللي ملهاش زي، وصفة كده من الآخر، ومش هنحتاج فيها يعني معدات فانسي ولا حاجة، مش هنستخدم عجانة ولا أي حاجة من دي. يلا بينا على الوصفة على طول. هنبتدي ننزل السمنة بتاعتي والسكر البودرة والزيت، وهدخلهم مع بعض عن طريق المضرب وهو لسه مقفول، عشان بس السكر ما يطرش في كل حتة. وبعدين هبتدي ان انا افتح المضرب بتاعي واضرب كويس قوي لغاية لما الخليط بتاعي يبقى بالمنظر ده كده، هايش، دخل فيه هوا كويس قوي، لونه افتحي جدا. في المرحلة دي هنبتدي في إضافة البيض. هنا البيض لازم يكون حجمه كبير، يعني البيضة الواحدة بالقشرة بتاعتها كان حجمها 68 جرام. وهضيف كمان الفانيليا. خدي بالك انك بتضيفي بيضة بيضة وبعدين تقلبي كويس قوي بالمضرب الكهرباء لغاية لما تختفي تماما، وبعدين تضيفي غيرها، وهكذا لغاية لما تخلصي كمية البيض بتاعتك. المهم عندي ان الخليط في النهاية يكون شكله عامل كده. في المرحلة دي بقى هنبتدي في إضافة الدقيق. أنا هنا مستخدمة بديل دقيق الكيك اللي احنا عملناه قبل كده مع بعض على القناة. تقدري طبعا تستخدمي بداله دقيق الكيك الجاهز من الأسواق. وطبعا طالما بدأنا في إضافة الدقيق يبقى إيه؟ يبقى التقليب على القد، يعني مجرد ما يختفي الدقيق بتاعي يبقى كده أوقف ضرب بالمضرب. دلوقتي بقى هبتدي في إضافة المادة الرافعة بتاعتي وهي النشادر. طبعا النشادر مش زي باقي المواد الرافعة، مش ما ينفعش ان انا احطها على طول على الدقيق، لازم احطها في حاجة سايلة. عشان كده انا حطها في شوية اللبن دول. انا مش مستخدمة لبن طبيعي، انا مستخدمة مية وعليها لبن بودرة، فاستحالة النشادر هتتفاعل معاه لانها محتاجة حاجة حمضية، وعشان كده اضفت عصير نص ليمونة. ما تخافيش طعمها مش هتبان اطلاقا. اثناء بقى الفوران هبتدي ان انا اضيف الخليط بتاعي على العجين السابق، وهبتدي ان انا اخلط لمجرد ان السوائل بتاعتي تختفي. بعد كده هوقف بقى خلاص مضرب الكهرباء، وهبتدي ان انا اقلب بالايد. بس خدي بالك تضيفي الدقيق بطريقة تدريجية مع التحريك بأطراف الأصابع لغاية لما العجينة بتاعتك تتجمع على بعضها بالشكل ده كده، عجينة خفيفة ولكن هقدر ان انا اشكلها كويس قوي. كده عجينتي تمام، هبتدي بقى ان انا اغطيها وهنبتدي في مرحلة التشكيل. طبعا بنستخدم كده قطعة قطعة، نبتدي ان احنا ننعمها بايدينا وندخلها في المكنة بتاعتنا. وحضرتك بتنزلي، حاولي انك تخلي الدراع يمشي ورا بعضه عشان تطلع متصلة بالشكل ده كده. شايفين هي ما شاء الله الله اكبر، يعني عجينة زي الفل. هبتدي بقى ارصهم في الصاج بتاعي لغاية لما تخلصي الصاج كله. خدي بالك بقى، شايفة الصاج بتاعنا شكله عامل ازاي وسمكه مظبوط جدا. دلوقتي بقى كمان هيكبر جدا لما ندخله الفرن، وهيطلع زي بتاع المحلات، تخين وشكله اكثر من رائع. شكل لوحده مش محتاج اي يعني شرح. هسيبه بس يبرد شوية، وبعد لما يبرد لو عمل معاكي الصوت ده والحركة دي اعرفي انك يعني مسوياه كويس جدا. طيب في بقى قطعة عجينة كده دايما بتتبقى في الآخر ومش بتنزل من المكنة، بتكون كميتها صغيرة، أسيبها في حالها؟ عيب، ما ينفعش. هعمل فيها إيه؟ هبتدي إن أنا أفردها بالنشابة بتاعتي كده لغاية سمك مثلا نص سنتي كده، وهبتدي إن أنا أجيب الشاكوش وهحطه في الدقيق، وابتدي إن أنا أرسم الشكل بتاع الشاكوش على العجينة بتاعتي. وأي بقى قطاعة دائرية عند حضرتك، وابتدي إنك قطعيهم كلهم. شيلي العجين الزايد ورصيهم في الصينية بتاعتك، وهيبقى عندك بسكوت بشكل جميل. ويعني استفدنا من القطعة المتبقية. جربوه وقولوا لي رأيكم فيه ايه، ولو اني عارفة رأيكم مقدما. وبالصحة والهنا.